فجاءوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله بن الحسن السبط وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم، فأقبل يشتد نحو عمه، وأرادت زينب حبسه فأفلته منها وجاء إلى عمه وهو بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين، فصاح الغلام: يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ فغضب اللعين من كلامه فضرب الغلام بسيفه فاتخذ ضربته بيده، فصاح الغلام: يا عما لقد قطعوا يدي. ونظر إلى أمه في باب الخيمة فنادى: يا أمه لقد